بنستكمل أحداث مسلسلنا، والنقيب ري بيتفاجئ بخطيبته قدامه وبيسألها انت رجعتي امتى؟ فبتقول له من أيام، وآسفة إني ما قلتلكش وأنا جاي آخد العربية. فبيقول لها خليني أوصلك علشان الوقت متأخر، وبيعرفها بسيري وبيقول لها دي زميلتي في مهمة سرية، وبيركبوا العربية علشان يوصلها، وبتكون أمها مجهزة لهم العشاء. فبيتعشى وينزل ويروح يزور أهله، وأبوه بيقول له أنا عاوزك تتجوز السنة دي، انت بقالك 7 سنين خاطب، كفاية عليك كده. فبيقول له أنا هنفذ لك طلبك، بس عايز منك طلب صعب في المقابل. وبيرجع البيت تاني يوم الصبح وبيلاقي سيري قاعدة مستنية، وبتعاتبه النوبات خارج البيت امبارح، وبتقول له كنت فين؟ كان المفروض تكون هنا من 5 ساعات. فبيقول لها كنت بنفذ مهمة، أنا هخليكي لاعبة في الفريق الوطني اللي هيسافر في بطولة دولية، وأول ما تسافري تقدري تهربي وترجعي لبلدك. وبيقول لها لازم تتصوري علشان جواز السفر، فهنروح بكرة لبيونج يانج مكان التصوير هناك. وخدي بالك بيونج يانج مختلفة عن هنا، الأمن هناك في كل مكان، فمش عايزك تكوني مثيرة للشبهات. بتروح للكوافير علشان تختار تسريحة شعر مناسبة، وبتعملها وهي متضايقة. وبعدين بتروح تختار هدوم علشان تكون مناسبة لملابس الستات اللي هناك، وبتفتكر ان مش معاها فلوس، فبتروح تبيع الساعة بتاعتها وترجع تشتري الحاجات دي. بنروح للرائد جانج اللي بيعرف من الموظف ان سيري هتسافر اخر الاسبوع متخفية بشخصية لاعبة في الفريق الوطني. وبعدين بيبدأ التحقيق مع جنود النقيب ري علشان يعرف حقيقة سيري، لكن بيوصل النقيب ري وبيقول له لو عايز تعرف حاجة عني اسألني انا. وفجأة بيرن التليفون وبيجيله استدعاء لمقر امن الدولة الرئيسي للتحقيق معاه في حادثة الشاحنة، والنقيب ري بياخد جنوده معاه وبيمشي. بنروح لكوريا الجنوبية، ومدير اعمال سيري وواحد من موظفينها بيحاولوا يدوروا على اي دليل يثبت انها لسه عايشة، وبيروحوا لمحطة اذاعة قريبة من موقع الحادث. والموظف اللي هناك بيقول لهم انا سمعت رسالة امبارح الصبح لكن ما كانتش واضحة، وبيسمعها لهم، وبيعرفوا ان سيري لسه عايشة، وبياخدوا الرسالة علشان يودوها للشرطة ويحددوا مكانها. بنروح لاخو سيري سي هيونج اللي بيعرف مكان سيونج جون وانه في كوريا الشمالية، وبيتفق مع الناس اللي هربته وبتحميه انهم يرجعوه مقابل 10 اضعاف اللي اتدفع لهم، وبيوافقوا. بيسافر النقيب ري هو وسيري بالقطر، وبتكون مستمتعة باجواء السفر، ولكن القطر بيعطل بيهم وبيضطروا يستنوا 10 ساعات لحد ما القطر يتصلح. والنقيب ري بيقول لها ده طبيعي هنا، وبينزلوا من القطر يولعوا نار علشان البرد. بيشتغل القطر وبيوصلوا لبيونج يانج، بتروح علشان تتصور، وبعدها بتقول له انا عايز اتصور معاك. فبيقول لها لا يلا نمشي. بيسمع سيونج جون مكالمة الراجل اللي بيحميه وهو بيتفق مع حد علشان يرجعوا كوريا الجنوبية، فبياخد منه الموبايل وبيهرب، وبيتصل باللي كان بيكلمه علشان يعرف هو مين، وبيلاقيه سي هيونج اخو سيري، وبيبص وراه فجأة وهو بيكلمه، فبيلاقي سيري ماشية. فبيسأله اخبار سيري ايه؟ فبيقول له ايه اللي خلاك تفتكرها؟ دي اختفت من فترة. بيقفل الخط وبياخد سيري علشان يعرف حصل لها ايه، ولكن النقيب ري بيشوفهم وبيجري قبل ما يطلعوا بالاسانسير، وبيلاقيها ماسكة ايديه وبيقبض عليه، لكنها بتقول له ده واحد انا اعرفه. فبيسيبوا النقيب ري وبيسأله انت جاي كوريا الشمالية ليه؟ فبيقول له من اجل العمل. وبيسأله انت بتسأل ليه؟ هو انت شرطي؟ فسيري بتقول له لا مش شرطي ولا حاجة، ده الحارس الشخصي بتاعي. بعد ما بيطلعوا لفوق بيتفقوا انهم يتقابلوا اخر اليوم في مطعم في الفندق، وبيمشي. بتوصل واحدة للمطعم وبتشوف النقيب ري، فبتتصل بخطيبته دان وبتقول لها انا شفت خطيبك قاعد في فندق مع واحد. فبتقول لها انا عارفة وعارفة اللي قاعد معاها. وبتروح دان تتفق مع امها انهم يعزموا اهل النقيب ري في الفندق الليلة ويتعشوا مع بعض. بنرجع لسيونج جون اللي بيتمسك تاني علشان يرجعوه كوريا الجنوبية، لكنه بيتصل بسي هيونج وبيقول له اختك موجودة في كوريا الشمالية، وبيتفق معاه انه يخليها ما تخرجش من كوريا الشمالية مقابل انه يسيبه في حاله. بيدخل النقيب ري غرفة الفندق وبيقول لسيري ما تتكلميش، واول ما بيدخل الغرفة بيفتشها وبيفك كل اجهزة التنصت اللي موجودة فيها. فبتسأله ايه كل ده؟ فبيقول لها دي موجودة في كل غرف الفندق. بتوصل دان خطيبة ري وبتسأل على اسمه، وبتطلع للأوضة فبتلاقيه خارج منها، ووراه سيري بتعاتبه على اللي حصل، وبتقول له انها سمعت انه موجود مع واحدة في الفندق من صاحبتها. فبيعتذر لها وبيقول لها اسف اني سببت لك احراج. فبتقول له عادي انا كمان سببت لك احراج، والعيلتين هيتعشوا مع بعض الليلة في الفندق. العيلتين بيوصلوا وبيتفقوا على ميعاد الفرح وانه يكون اخر الشهر، وبيتفقوا على تجهيزات الفرح وفرش الشقة. وبعدين بتقوم دان تدخل الحمام، فبتقابل سيري هناك وبتغيظها وتقول لها انا حددت ميعاد فرحي مع خطيبي اخر الشهر. بتتضايق سيري من الخبر وبتخرج علشان تمشي مع سيونج جون. بيشوفهم النقيب ري اللي بيكون بيوصل اهله وام خطيبته علشان يروحوا، ولكن فجأة بيختفوا من قدامه، فبيبدأ يدور عليهم وهو خايف على سيري. في الطريق بيوقفهم واحد وبيسألهم انتوا ليه مش حاطين صورة الزعيم على هدومكم؟ سيونج جون بيطلع جواز السفر الانجليزي اللي معاه وبيكلمه باللغة الانجليزية اللي بيتقنها، وبيقول له انا مواطن انجليزي. فبيسيبهم يمشوا وبيلاقيهم النقيب ري في الوقت ده. بيمشي سيونج جون وبيمشي النقيب ري وسيري مع بعض، وبتقول له انا عايزاك تعزمني في مطعم. فبيعزمها على الاكل، وبعد ما بتاكل بتتعب،
فبتنام على كتفه وبينزل المطر. بنروح للرائد جانج اللي بيتحقق معاه في امن الدولة بسبب حادثة السيارة، ولكنه بيطلع ماسك سيديهات على كل القيادات هناك وبيهددهم بيها، وبيطلع منها زي الشعرة من العجينة. وبيروح لسيونج جون علشان يطمن عليه، فبيقول له في واحدة كمان عايزك تحميها في كوريا الشمالية وتتأكد انها ما تخرجش من هناك خالص، وبيديله صورة سيري. بترجع سيري والنقيب ري للقرية تاني، وبيتفقوا مع الجنود انهم هيحتفلوا باخر يوم ليها في كوريا الشمالية بانهم يخرجوا في نزهة ويخيموا بره. بيخرجوا تاني يوم ويصطادوا السمك ويشووه وياكلوا، ولكن النقيب ري ما بيحضرش معاهم. بترجع بالليل وبتكون العربية مستنياها علشان توصلها للمطار، وبتقابل النقيب ري وبتقول له انت فعلا مش هتوصلني ولا تودعني في المطار؟ فبيقول لها لا، لازم نفترق هنا، وبيسلم عليها وبتمشي. وهم في الطريق بتظهر الشاحنة الروسية اللي بتحاول تخبطهم، ولكن فجأة بيظهر النقيب ري وبينقذهم قبل ما تخبطهم. بس بينزل الجندي من الشاحنة وبيضرب النار في اتجاه سيري، ولكن النقيب ري بيفاديها وبينضرب بالرصاصة مكانها. بترفض سيري انها تروح للمطار وبتتجه للمستشفى علشان تنقذ النقيب ري. بتوصل للمستشفى وبيحتاجوا دم علشان النزيف، وبتتبرع له بدمها. بيتبلغ الرائد جانج ان العملية فشلت وان في واحد ظهر واطلق النار على الجنود، فبيشك في النقيب ري وبيسأل عنه، فبيقولوا له ده في ورشة عمل. بيفوق النقيب ري بعد العملية وبيلاقي سيري جنبه وبيعنفها انها ما سافرتش وان دي كانت اخر فرصة ليها. بتزعل وبتخرج، وبيدخل الدكتور علشان يطمن عليه وبيقول له ان حبيبتك انقذتك لما اتبرعت لك بالدم، وانها ما بطلتش عياط وحزن عليك. فبيطلع يشوفها بره ويعتذر لها، والدنيا بتكون مطره وبتقول له انت اتجننت، انت كده هتموت، تعالى ندخل جوه. فبيبوسها. بيتاكد الرائد جانج من خلال السجلات العسكريه ان النقيب ري هو اللي ضرب النار على الجنود، وبيأمر انهم يدوروا عليه في كل المستشفيات. وبيوصل لمكانه وبياخد قوه كبيره علشان يقبضوا عليه، ولكن بيوصل ابو النقيب ري وبيمنع القبض عليه. وبتتقلب المستشفى كلها لما بيعرفوا ان ابو النقيب ري هو رئيس المكتب السياسي العام. بتوصل دان وامها علشان يطمنوا على النقيب ري، بس بتشوف بادج قلب على جاكيتته وبتقول له واضح ان كان في حد بيعتني بيك. بيعترف لها النقيب ري بحبه لسيري، فبتقول له اعترافك مش هيغير حاجه وانا هحارب علشانك، وجوازنا في ميعاده. بيوصل سيونج جون للمستشفى بعد ما ري اتصلت بيه، وبتركب معاه العربيه وبيروح للبيت اللي قاعد فيه. بتروح دان علشان تختار فستان الفرح، وبتتفرج على الموديلات في المجله، وبتتفاجئ بصوره سيري في المجله، وبتعرف انها صاحبه شركه في كوريا الجنوبيه وانها مختفيه من فتره. بنرجع لسيري وسيونج جون اللي بيوعدها انه يخرجها من كوريا الشماليه عن طريق انها تكون مراته، ويسافروا مع بعض في طياره خاصه لانجلترا، وبيديلها خاتم الماظ هديه تلبسه كانهم متجوزين بجد. لكن النقيب ري بيعرف مكان سيري وانها في بيت سيونج جون اللي تبع امن الدوله، وبيروح علشان يخرجها من هناك. وبيرجعوا للقريه تاني. بتروح دان خطيبه النقيب ري لابوه البيت، وبتبلغوا ان ابنه متورط مع بنت من كوريا الجنوبيه. بنروح للرائد جانج اللي بيقابل القائد العسكري منافس ابو النقيب ري، وبيقول له على المعلومات اللي عنده علشان يدمروا عيله النقيب ري. والقائد بيقول له هات لي دليل وانا هتصرف. بنرجع القريه وبيصحى النقيب ري من النوم وبيلاقي سيري مجهزه شجره الكريسماس، وبعدين بتتصل بيه بيقول لها انت فين وتليفون مين ده؟ فبتقول له انا همشي. فبيسالها انت فين وهجيلك؟ فبتودعه وتقول له اهتم بنفسك انت، وبتقول له انا بحبك. لكنه بيسمع صوت ضرب نار. بيرجع البيت وهو مش عارف يعمل ايه، فبيلاقي الرائد جانج وقوته بيفتشوا بيته وبيدوروا على سيري. بيكون النقيب ري في حاله صدمه وبيضرب الرائد جانج بشده انتقاما منه، ولكن بيتجمع الجنود عليه وبيضربوه وبياخدوه لامن الدوله. بيروح جنود السريه زياره للنقيب ري في سجنه، وبيطلب منهم انهم يعرفوا خطيبته ويخلوها تروح تزوره. بتروح له خطيبته زياره وبتقول له اول مره يحصل لك حاجه وتعرفني على طول. فبيقول لها انت عملتي ايه في سيري؟ وبيعرف انها قالت لابوه عليها. الجنود بيروحوا له تاني وبيطلب منهم المره دي انهم يذيعوا خبر انه ابن رئيس المكتب السياسي العام في كل مكان علشان العميد في القريه يعرف ويخرجه. بتنجح خطته، ومرات العميد بتسمع الخبر وبتروح تقول لجوزها عليه، وفعلا العميد بيستخدم علاقاته وبيخرجه من السجن. بنروح لسيري اللي بتكون محبوسه في اوضه ضلمه، وبيجي 2 عساكر يخرجوها، وبتقابل راجل كبير وبتفتكر انه ابو دان خطيبه ري، وبتحكي له على اللي حصل لها وان النقيب ري مظلوم معاها، وانه حاول يساعدها علشان ما يتورطش لانها هربت اثناء حراسته للحدود. وبعدين بيرجعوها للاوضه تاني، ولكن بتنزل ام النقيب ري ليها وبتاخدها لاوضه النقيب ري اللي بتكون فيها مكتبه كبيره جدا بتعجب بيها. وبعدين بتاخد بالها انها فيها نفس الكتب اللي كانت في مكتبته في القريه، فبتعرف ان دول اهل النقيب ري مش اهل خطيبته دان. النقيب ري بعد ما بيخرج من السجن بيجري على بيت اهله علشان يعرف عملوا ايه في سيري، وبيزعق لابوه جامد لانه بيكون فاكر انه قتلها. ولكن امه بتخرجها وبيطمن عليها وهي بتعيط كالعاده، وبتقول له ايه اللي حصل في وشك تاني. وبعدين بيقعدوا وبيعتذر لابوه انه على صوته عليه، وبعدين بيدخلوا اوضته
وبتبدأ سيري تلعب على البيانو، فبيستغرب وبتقول له أنا سمعت الموسيقى دي وأنا في سويسرا وكنت مكتئبة جدا وخلتني رجعت طبيعية، بس من وقتها وأنا بدور عليها ومش عارفة مين المؤلف. فبيقعد جنبها وبيعزف الأغنية وبيقول لها أنا المؤلف وأنا اللي كنت بلعب البيانو في سويسرا في الوقت ده. بنروح للرائد جانج اللي بيروح للقائد العسكري وبيديله صور تدل على وجود سيري في بيت رئيس المكتب السياسي العام، وبيروحوا لبيته وبيستأذنوا انه يفتش البيت. بيبدأوا في تفتيش البيت ولكن مش بيلاقوا حاجة، وبيستغرب الرائد جانج وبيسأل عن النقيب ري، فبيقول له ابني جاله استدعاء من الجيش لحراسة الحدود مع كوريا الجنوبية. بيعتذر القائد العسكري وبيضرب الرائد جانج. بنروح للنقيب ري اللي بيوصل سيري للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية وبيودعها قبل ما تعدي السلك الشائك وهي بتعيط. بتروح سيري تاني يوم لشركتها وبتسلم على مدير أعمالها اللي بياخدها بالحضن ويعيط ويقول لها كنت فين؟ كنت بدور عليكي في كل مكان. وبعدين بتدخل الاجتماع على مرات أخوها اللي كانت بتخطط لبيع الشركة وبتفسد خطتها. بنرجع لكوريا الشمالية والموظف اللي كان بيشتغل مع الرائد جانج بيروح للنقيب ري وبيعترف له إنه السبب في قتل أخوه وبيديله أدلة على تورط الرائد جانج في قتل أخوه وحوادث الشاحنة الروسية. بترجع سيري لبيتها وبتجمعوا على الأكل وإخواتها بيكونوا متضايقين إنها رجعت لأنها هتستحوذ على إدارة الشركة. وبعدين بتروح لبيتها وتاخد شاور وتدخل على سريرها، لكن مش بتحس بالراحة اللي كانت حساها في كوريا الشمالية وما بتعرفش تنام زي هناك، فبتاخد منوم علشان تعرف تنام. بنروح لسيونج جون وهو في الفندق، بيجيله مجموعة من رجال الشرطة بيشتبهوا فيه وبيطلبوا منه إثبات شخصية، لكن بتظهر دان مع عمها وبتنقذه من الموقف ده. بيقدم النقيب ري الأدلة الجديدة للمحكمة وبتحاكم الرائد جانج بتهم القتل وتجارة المخدرات والإرهاب، وبتحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، لكنه بيغضب جدا وبيضرب الحرس وبيهدد النقيب ري إنه هيسافر ويقتل سيري في بلدها. وأثناء ترحيله بتظهر الشاحنة الروسية وبتقتل الجنود وبتحرره وبيهرب لكوريا الجنوبية علشان يقتل سيري، ولكن النقيب ري بيسافر هو كمان وبيقابل سيري. بيستدعي أبو النقيب ري جنود السرية وعامل التصنت وبيطلب منهم إنهم يسافروا كوريا الشمالية علشان يرجعوا ابنه من هناك. بيسافر الجنود على إنهم لاعبين في الفريق القومي وبيوصلوا كوريا الجنوبية.